وزير الشباب والرياضة مبدئيا كده بيقول لك أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك والجمعية العمومية هم ليهم الحق إن يوافقوا مستشار مرتضى منصور يترشح لفترة انتخابات تانية أو لأ. أمال فين القانون اللي كان بيقول لك إن هو لو محبوس في قضية أو عليه حكم أو حاجة ما يترشحش أو ملوش حق يمسك أي منصب رياضي؟ أنا مش عارف. دكتور أشرف صبحي طالع بيعمل حاجات غريبة والله بيفطسنا. وأنا قلت لك 500 فيديو قبل كده المستشار مرتضى منصور أول ما يخرج من السجن هيرجع يمسك نادي الزمالك تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت في بداية الفيديو تصلي على النبي، ولو مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي حالا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. ما تنساش اللايك والشير للفيديو. تعال نسمع الأول وهيبة عبد الهادي بيقول إيه. مقدم برنامج اللعيبة المذاع على فضائية MBC مصر بيقول إيه على مارسيل كولر، وارجع لي تاني. يلا بينا. هناك بعض الاستياء من كولر المدير الفني للنادي الأهلي داخل النادي الأهلي. الناس متضايقة لأن كولر بيلعب بطريقة لا تتناسب مع إمكانيات لعبته، وده كان واضح جدا. كولر ما بيهتمش بشكل كبير بنتيجة المباراة، هو راجل بينزل بيلعب كرة جميلة بيهاجم بيستمتع، لكن النتائج دي مهمة جدا، وده اللي كان بيعمله موسيماني. ما انت لازم تشوف الفرق، مع احترامي لأي حد ورأي أي حد. موسيماني يفصل 3 من كولر، أنا بقول لكم كده لأن عارف هو عايز إيه. بيدخل الماتش بيبقى عارف هو عايز إيه. الناس اللي بتقارن بقى ما بين كولر وموسيماني، لا، موسيماني يفصل 3 من كولر. أنا بقول لكم كده لأن بيخش بيكسب بيأمن بيحافظ. إنما أنت كسبان صن داونز 2-1، شكرا، قضيت الغرض، قفل بقى نص لا اجري افتح. النهارده كسبان الداخليه، قفل بقى، لا افتح الخطوط. وفي لعيبه مش مساعداك، فانت بتطبق حاجه مش على قد امكانيات لعيبتك. فكولر لا يسير في الطريق الصحيح لرغبات وامنيات وطموحات النادي الاهلي، عشان نبقى أستاذ مهيب عبد الهادي بيقول لك موسيماني فسر 3 من كولر. جماهير الأهلي مش حابة كولر لأن هو مش قد طموحهم وي 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 وقعد يقطع في الراجل. ده فعلا بداية الحملة الممنهجة ضد مارسيل كولر. الإعلام بدأ يهاجم مارسيل كولر زي ما كان بيهاجم موسيماني. حضرتك عارف حاجة زي كده، بس أنا هرد على حضرتك في الآخر خالص. خلينا أنا آخر واحد خد مني الكلام. دلوقتي ده رأي مهيب عبد الهادي، صح؟ هنجيب بقى مهيب عبد الهادي ذات نفسه يكذب نفسه زي ما هو انتقد مارسيل كولر. شوف بيقول ايه على مارسيل كولر وارجع لي تاني عشان نضحك عليه شويه. يلا بينا. اعمل بروف. ايه بقى انت نظامك ايه؟ ما انت في حاجات غلط كتير بتحصل، مشقلب اللعيبه ومشقلب التشكيل وبتلعب تشكيل غريب وبتحط مراكز في ايه اللي حصل؟ فالناس عايزه تفهم ايه اللي حصل. انت بتفكر في ايه؟ ما عندكش غير راس حربه واحد بتطلعه، بتجيب احمد سيد زيزو بتلعبه مش في مركزه، بتجيب عمر جابر بتلعبه باك ليفت. يعني ما حدش فاهم حاجه. ما عندكش غير مهاجم واحد. وهل المفروض ان نادي كبير زي نادي الزمالك يكون عنده مهاجم واحد بس؟ مهاجم واحد فقط؟ موضوع صعب جدا. يعني عندك النادي الاهلي محمد شريف، شادي حسين، وحسام حسن، ده 3 ممكن هتلاقيهم في ماتش واحد، واعتقد ال3 لعبوا في مباراة الداخلية. ال3 لعبوا، محمد شريف لعب، شادي حسين لعب، وحسام حسن لعب، والاهلي كسبان 4-1. يعني والاهلي كسبان. فتخيل ان انت وانت متعادل وانت خسران بتبقى محتاج 3 فراوده ممكن يلعبوا، ينزلوا يلعبوا جنب بعض، مبقاش عندك فرود واحد وتقوم مطلعه. طيب طب يعني يا استاذ مهيب،
هو كولر حلو ولا وحش؟ انت ما فتناش برضه. انت دلوقتي كنت بتقول لفريرا اتعلم من كولر، بيهاجم ب3 مهاجمين و4 مهاجمين وبيبقى كسبان وعايز يزود اهداف. الكلام ده من شهرين. النهارده طالع بتقول لي مارسيل كولر بيجيب جون مش عارف يحافظ عليه. يعني انت كان عاجبك وهو بيهاجم وعايز يزود النتيجة، ولا عاجبك اما بيبقى كسبان فرق 1 2-1 ومش عارف وعايزك انت عايز تقفل الماتش؟ طب انت عايز ايه؟ عايزه يزود ولا ما يزودش؟ انت ذات نفسك بتنتقد نفسك. يا استاذ مهيب اللي انت بتقوله ده كلام ما يخشش العقل يا راجل. باللي انت بتقوله ده بربع جنيه. ايه ده يا راجل يا طيب؟ ده يعني يهاجم ولا ما يهاجمش؟ يدافع ولا ما يدافعش؟ عرفنا. عرفنا. انا عايزك انت تعرفني يا استاذ مهيب. اما بقى كولر، احنا كجماهير النادي الاهلي واثقين في الراجل ده وواثقين في امكانياته. الراجل ده احنا بنوصل للمرمى بكل سهوله، بس ما عندناش راس حربه يخلص. وهو اول ما جه مسك النادي الاهلي قال للاداره انا عايز راس حربه. اداره النادي الاهلي تخاذلت مع الموضوع وريحت دماغها. هو بقى حاول محمد شريف شويه، كهربا شويه، بيرسي تاو شويه، وللاسف بيرسي تاو ومحمد شريف وشادي حسين فوزوا راس حربة. محدش فيهم ينفع راس حربة نهائي في النادي الاهلي. يمكن كهربا، مع ان هو مش راس حربة. الاهلي فعلا محتاج راس حربة صريح، مش محتاج واحد، لا محتاج 2. ويا ريت اداره النادي الاهلي تتحرك في الموضوع ده. اما بالنسبه لو هتقول موسيماني قد كولر 3 مرات، هو قده من حاجه واحده، من حيث الجسم بس. موسيماني اللي ما كانش ليه تاريخ الا مع النادي الاهلي، انما كولر ليه تاريخ قبل ما يجي النادي الاهلي. ده اللي اقدر اقوله لحضرتك. موسيماني وصل مع النادي الاهلي 3 دوري ابطال افريقيا، 3 نهائيات دوري ابطال افريقيا ورا بعض، خد 2 وهو معاك. بس استلم فريق جاهز من فايلر. صاحب التكوينه الاساسيه دي للفريق هو فايلر. وانتوا ذات نفسكم طلعتوا هاجمتوا موسيماني كنتوا بتنتقدوه. دلوقتي موسيماني بقى حلو، شكلكم كده هتبداوا الحمله ان انتوا تطفشوا كولر. بس ان شاء الله كولر هيثبت ان هو فعلا مدرب عالمي للنادي الاهلي. موسيماني انا ما بقولش انه وحش، كان عارف فعلا بيحقق ايه من المباراه. تنزل الاهلي ما بيبقاش ليه شكل وبيكسب. ما كانش بيعرف يهاجم ويلعب لعب عشوائي وبيكسب وماشيه معانا بركه والله. هو فعلا كان عارف قيمه النادي الاهلي. كولر عارف قيمه النادي الاهلي، بس كولر جري شويه على الجول. كولر بيحب يلعب كره هجوميه، مش فارقه معاه اكسب 2 3 4. يا راجل ده نزل لعب قدام ريال مدريد فتح الملعب، قدام فلامينجو البرازيلي فاتح. انت عايز يا راجل اكتر من كده؟ عمرك شفت انت فريق مصري لو لعب فريق اوروبي هيفتح قدامه؟ صعب قوي. الاهلي بقى كان فاتح، كان بيلاعب فلامينجو البرازيلي وكسبان 2-1 ومطرود منك خالد عبد الفتاح. انت بتلعب 10 لعيبه وكان فاتح وبيهاجم. ايام موسيماني كنا بنلعب كره دفاعيه قصاد الفرق دي، كانت بتقتل متعه كره القدم. هو ده الفرق بين كولر وموسيماني. بقول لك موسيماني مدير فني عالمي، كولر مدير فني عالمي بس من طراز اخر، وينقل الاهلي في حته تانيه. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. السلام عليكم ورحمه الله.